مساء الخير. تعالوا نتفق على حاجة. كل واحد فينا على الأقل ولو حتى مرة واحدة جه في باله سؤال من الأسئلة دي: هو ربنا فين؟ ليه ما بيعملش حاجة؟ ليه ما بيتدخلش في الموقف الفلاني؟ ليه سايب الظلم العلاني؟ ليه خلاني أقع في الموقف المؤذي كذا؟ ليه خلاني أتعرف على شخص وعارف إن أنا مش هكمل معاه؟ ليه عرضني لمجموعة الأذى اللي ورا بعض ده من غير ما يكون له أي دور في إن هو يتدخل عشان ينقذني؟ كلنا جه في بالنا على الأقل ولو مرة سؤال من الأسئلة دي. ده ملوش علاقة بقلة الإيمان خالص، ليه علاقة بس بإن إحنا ما بنكونش مدركين إجابات معينة في توقيتات معينة. لازم تمر بموقف معين هو ده اللي يعرفك إجابات السؤال ده أو الأسئلة اللي شبه السؤال ده. شروق بنت مصرية عندها 25 سنة، كانت بتدرس في كلية تجارة. بعتت رسالة على الانبوكس وبتحكي عن قصتها اللي هي شايفة ان هي مفيدة ومهم ان الناس تعرفها. شروق كانت عايشة هي ووالدتها بعد ما والدها طلق والدتها وراح يتجوز واحدة بنت صغيرة بشكل غريب يعني، وساب شروق والدتها لوحدهم. والدتها بمنتهى الجدعنة بتاعت الستات المصريات ربت البنت، ربتها احسن تربية. البنت دخلت كلية تجارة، كانت متفوقة جدا 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 في دراستها، يعني من اول ثانويه عامه اللي هو وقت الطلاق يعني لغايه نهايه كليه التجاره كانت البنت في قمه التفوق. يمكن نقطه الخلاف بس اللي كانت بين شروق وبين والدتها فكره ان شروق علاقتها بربنا زي معظم المصريين يعني او الطلبه بالذات المصريين كلنا مرينا بالموقف ده، علاقه مصلحه. يعني انا اعرف ربنا بس قبل الامتحانات، اصلي الفروض في وقتها عشان انا عايز حاجه من ربنا، عايزه يتمم لي الموضوع الفلاني، عايزه يساعدني في الموضوع العلاني. نفس الكلام. وغير كده كمان هي كانت شايفه انا كده وكده ما بصليش وبنجح، بطلع الاولى دايما في الكليه، طلعت من الاوائل في ثانويه عامه، بس انا بحب كليه التجاره عشان كده دخلت كليه التجاره وما رضيتش ادخل كليه ثانيه. دخلت كليه التجاره، تفوقت في كليه التجاره، فاصلي ليه؟ كان ده دايما نقطه الخلاف الوحيده بين الام وبين الشروق. ما انا بنجح، ما انا كويسه، ما انا قبل الامتحانات ما انا بصلي، وحتى لما ما وصلتش ونسيت ما هو كده ولا كده بنجح وبتفوق ومش محتاج يعني انا اقرب العلاقه بيني وبين ربنا اكتر من كده. على فكره الصفه اللي كانت موجوده في الشروق دي لا تعني خالص ان هي كانت حد مثلا مش محترم، او ان كان في اي حاجه تشيب اي حاجه، او ان كان في اي حاجه تشوب شخصيتها يعني خالص. بالعكس كانت بنت مؤدبه جدا جدا، محترمه جدا جدا، في حالها جدا جدا، ذكيه جدا جدا، متربيه صح. هي حته الصلاه بس والعلاقه بربنا هي دي اللي كان فيها علامه استفهام كبيره. بيشاء ربنا تعدي الايام وتتعب الام تعب قاسي شويه. امتى؟ بالتزامن من الامتحانات بتاعت الترم الثاني بتاعت سنه رابعه بتاعت شروق. تتعب الام تعب قاسي، تكتشف ان هي عندها مرض قاسي، ربنا يا رب يعني يعفو عن كل الناس. بسبب التعب القاسي ده تضطر شروق، خلاص احنا داخلين على الامتحانات، تضطر البنت ان هي ما تقول لا انا هقعد جنب امي ومش هذاكر. طب ده فاضل شهر واحد بس على الامتحانات، لا انا هقعد جنبها تحت رجليها ومش هذاكر. فكره ان الام دي تختفي من الصوره او تتوفى او كده كان بيسيب اثر كانه خنجر في قلب شروق يعني. لا مش هينفع، انا ماليش غير امي، انا هقعد جنبها. طنشت مذاكرتها خالص، فاضل على الامتحانات شهر، فضلت قاعده جنب امها. والدتها يا عيني من كتر ما كانت يعني بتتالم ما كانتش بتقول كانت بتقول يا رب. كل شويه تقول يا رب يا رب يا رب يا رب. بدات علاقه شروق تقرب من ربنا، وبدات تصلي وتدعي يا رب اشفي لي امي، يا رب انا هواظب على كل الصلوات وهواظب على كل العبادات، بس اشفي لي امي اشفي لي امي. والام بدل كلمه بتقول يا رب، لغايه ما في لحظه شروق حاجات زهقت بعد كام شهر يعني، بعد كام اسبوع من التعب، حوالي 3 اسابيع، جت قالت لي لامها: هو فين ربنا؟ هو فين؟ ليه ما بيستجيبليش؟ طب بلاش انا، ليه ما بيستجيبلكيش انت اللي على طول بتصلي، وانت على طول ملتزمه، وانت اللي على طول بتقولي قولي واعملي وادعي وصلي، ليه؟ فين هو؟ ليه ما بيخففكيش؟ سيبك مني انا خالص، انا كده ولا كده ممكن يكون زعلان مني عشان انا ما بصليش وعشان انا بفتكره بس لما يكون ليا مصلحه. انت بقى بالنسبه لك ليه ما بيخففكيش لما بتدعي له؟ فامها جت قالت لها، وهي بصراحه البنت بتقول يعني تحكي في الرساله ان هي قالت ده وانهارت في البكاء على صدر امها يعني. فامها قالت لها: مين قال ان هو ما بيسمعنيش؟ مين قال؟ ومين قال ان هو ما بيسمعكيش انت كمان؟ هو مين اللي كان بينجحك في الامتحانات بتاعتك اللي كنت بتعدي فيها كلها صافي لغايه كنت تطلعي الاولى؟ مين؟ مش هو، رغم انك انت مقصره في حقه. تمام. ومين اللي مين قال لك ان هو ما وقفش جنبي؟ ومين قال لك ان هو التعب اللي عندي ده مش مجرد تخليص ذنوب وعشان لما اروح له وانا
صفحتي بيضة زي ما بيقولوا. مين قال لك يا شروق ان هو ما وقفش جنبي في عشرات يمكن ملايين كمان المواقف قبل كده؟ مين قال لك ليه عندنا كتير؟ قالت لها كده بالنص، ليه عندنا كتير ولسه هيبقى له اكتر، ليه عندنا كتير ولسه هيبقى له اكتر. يشاء ربنا بعدها بيومين بالظبط، بعد الموقف ده بيومين بتتوفى الام. وطبعا تتخيل بسهوله جدا حاله شروق كانت عامله ازاي، والانهيار النفسي اللي كانت فيه عامل ازاي. تضطر تدخل الامتحانات مش مذاكره طبعا حرف، تدخل تقعد ترسم شخابيط في الورق، شخابيط، تكتب اسمها بس بالعافيه وبتاع. كان طبيعي ان هي ما تنجحش، وكانت متوقعه ده. وكمان كان طبيعي كان في منافسه بينها وبين 2 تاني شباب موجودين في الكليه، قرايب ناس يعني دكاتره في نفس الكليه. كانوا في منافسه، هو في نهايه السنه في 2 بس هيتعينوا معيدين. فيعني بالعقل كده وبالمنطق المفروض ان هم يكونوا ولاد الدكاتره يعني، بس كانت شروق بتنافسهم بشكل قوي لغايه الترم الاولاني يعني في المجموع التراكمي. فطبعا السرحان والتوهه وحاله اللامبالاه اللي بقت فيها في الامتحانات بتاعت الترم الثاني، تبقى لك ان هي خلاص خرجت من المنافسه وسابت لهم الموضوع على الطبطاب يعني. تطلع يعني تطلع من شروق من الامتحانات بتاعتها مش مجاوبه حرف، متاكده ان هي ساقطه مليون في المية. ما جاوبتش معاك، بترسم شخابيط، بترسم دواير. فيشاء ربنا قبل اعلان النتيجه او قبل كمان حتى بدايه التصحيح، يشاء ربنا ان ويمكن لو حد منكم يعني من مش عايز بس اقول اسم الكليه يعني تحديدا تجاره انهي كليه عشان هتتعرف، يشاء ربنا انه يحصل حريقه في المخزن اللي بيتشال فيه ورق الاجابات، ورق الاسئله، ورق الامتحانات بسبب ماس كهربائي. فيقرر مجلس اداره الكليه، مجلس الكليه، ان هم يعيدوا تاني الامتحانات. يعني في خطوه كانت خطوه غريبه، حتى ممكن ما حصلتش غير مرتين بس في تاريخ التعليم المصري العالي كله يعني. فتعادت الامتحانات مره تانية، واتقال لك بعد شهر هنعيد الامتحانات تاني للفرقه دي. فتحس الشروق ان دي اشاره، وكأن ربنا بيقول لها خدي ادي فرصه تانية اهو، انت ما تستحيش انك انت تسقطي، يلا. مش بتقولي فين ربنا؟ اهو ربنا اهو، يلا ادخلي ذاكري. تقطع نفسها في المذاكره طول الشهر اللي فاضل، تدخل تجاوب، تقفل الامتحانات كلها، تطلع النتيجه، تكتشف بقى بعد كده ان شروق دي كانت يعني حاجه عظيمه جدا، تطلع متفوقه، تطلع الاولى، تتعين معيده. شوف كل ده بتتكلم مثلا بتتكلم في 6-7 شهور يعني. تطلع تتعين معيده، تبقى اول واحده على الدفعه، تبدا تدي كورسات للطلبه اللي اصغر منها، الوضع المادي بتاعها يتحسن، تبقى طبعا وفاه والدتها سايبه شرخ كبير جواها، لكن ايه، تفضل مكمله وتفضل شايفه اثر ربنا، وشايفه ربنا في الموقف ده ازاي ربنا وقف معاها بشكل ان هو ممكن يسخر الكون كله علشان انت بس قلت يا رب. لما وضعها المادي بيتحسن، بتيجي تعزل من الشقه اللي كانت فيها هي والدتها عشان تروح شقه تانية جديده، وهي بتلملم الورق بتاع والدتها الله يرحمها وبالتحاليل والكلام اللي زي كده، بتكتشف ان والدتها قبل ما شروق تعرف ان والدتها عندها المرض الصعب اللي كان عندها، تكتشف ان والدتها قبلها ب7-8 سنين كانت تعبانه اصلا، عندها فشل كلوي وعندها مشاكل في الكبد، وما كانتش قايله لبنتها وكانت مستحمله وكانت بتقول يا رب. هنا فهمت شروق معنى جمله ان والدتها كانت بتقول لها ده وقف جنبي كتير قوي. مين قال لك ان هو ما وقفش جنبي؟ ده وقف جنبي كتير جدا 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 جدا. جت افتكرت قعدت يعني انت يا امي كنت واقفه زي الجبل 7 سنين عيانه وتعبانه وما عرفتنيش بس غير اخر كام شهر في حياتك. يعني الصبر اللي كان عندك ده كله، كميه التحمل اللي كانت عندك دي كلها، والقوه اللي كانت عندك دي كلها كانت من ربنا. هو فعلا كان بيستجيب ليكي لما كنت بتقولي له يا رب، ده فعلا كان بيستجيب ليكي اهو 7 سنين. بيسيب الموضوع ده اثر كبير في شروق، وبتعرف اهميه كلمه يا رب. ولما بتعزل بتروح البيت الجديد، بتحط صوره والدتها في الصاله، صوره كبيره والدتها، وجنبها صوره ياسين، وفوق الصورتين صوره كبيره مكتوب عليها ببرواز يعني كلمه يا رب. وبترن في ودانها جمله عمل لنا كتير ولسه هيعمل لنا كتير. انا وانت وانتي وكلنا وكلهم، كلنا شفنا ربنا، شفناه في ستره، شفناه في رحمته، شفناه في عفوه، شفناه في ملايين المواقف اللي لولا وقفته معانا وسندته لينا ما كانتش هتعدي. شفناه في عشرات الليالي اللي كنا بايتين فيها نار بس صباحنا رماد. شفناه في عشرات المواقف اللي كنا مش عارفين نتصرف فيها ازاي، وجالك الحل من تحت 7 أرض فجأة كده لغاية عندك وبمنتهى السهولة. شفنا ربنا وبنشوف ربنا ولسه هنشوفه أكتر. حد يقول لك هو ربنا فين؟ ربنا فين؟ ربنا موجود في كل مكان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا فين؟ ربنا اللي بتكون قافل على نفسك باب أوضتك
وانت عارف انك بتعمل حاجه غلط خلاص تغضب ربنا، ورغم كده يبعت لك ربنا من تحت عقب الباب الهواء اللي انت بتتنفسه عشان تفضل عايش. في حد بيعمل كده الا لما يكون فعلا بيحبك. وربنا موجود في كل مكان، وموجود في كل زمان، وموجود في كل لحظه، وموجود في كل موقف. بستره نحيا وبلطفه نسير.